انت متخيلة ان اللي بيوهمك بالحب وبيقولك اتطلقي من جوزك وانا هتجوزك بعدها ده هيتجوزك اصلا؟ ما اعتقدش. بنسبة 99% اللي بيعملوا كده ما بيتجوزوش الست اللي خلوها تتطلق من جوزها. عارفة ليه؟ لانه شايفك خاينة، شايفك رخيصة، ومتأكد من جواه ان اللي خانت مرة هتخون 10. فبالتالي اتجوزك وتخونيني زي ما عملتي معايا وخنت جوزك وكنت على علاقة معايا، هتعملي مع غيري. ولما تبقي مراتي هتكلمي حد تاني وتعملي علاقة معاه وتخونيني. دي وجهة نظر على فكرة، دي وجهة نظر. فانت بتخربي بيتك وبتدمري بيتك وبتخسري عيالك وتخسري عيالك ابوهم وبيتهم، في مقابل ان انت عايشة حلم يا ريته حلم، هو كابوس بس انت مش واخده بالك. الحلم اللي انت عايشاه ده بجد كابوس. انت هتخربي بيتك عشان واحد ما يستاهلش، عشان واحد ما يستاهلش. وخلي بالك ده اسمه تخبيب. انت عارفه عقاب التخبيب ايه؟ مش هو بس اللي هيتعاقب، هو خببك على جوزك بس مش هو لوحده اللي هيتعاقب، انت كمان هتتعاقبي. عارفه بقى عقاب التخبيب ايه؟ ليس منا. طب انت عارفه انت حتى لو اتجوزتيه بعد ما تطلقي من جوزك، هل ده حلال؟ هل الجواز ده اصلا هيبقى حلال؟ هم؟ خلي بالك، خلي بالك بجد. اللي بيكلمك ده وعارف ان انت ست متجوزة وبيوهمك بالحب وبيستغل نقط ضعفك، بياخد منك اللي هو عايزه. هو خد اللي هو عايزه، سواء بقى بياخد علاقة، بياخد فلوس، بياخد اي حاجة، هو كل هدفه كده. وبيدنه يوهمك ان هو هيتجوزك بعد ما تتطلقي علشان تستمر العلاقة، عشان يستمر اللي بينك وبينه، عشان يستمر اللي بيستفيده بس. وبعد ما تتطلقي يقولك آسف شكرا. وبعد ما تتطلقي وتخربي بيتك وطبعا تعملي مع جوزك اللي ما تعملش عشان يطلقك، او تروحي ترفع عليكم قضايا عشان تتطلقي، بالتالي تيجي ترجعي لجوزك ابو عيالك يكون فات الاوان. خلي بالك يا مدام، التخبيب عقاب وحش قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. ما تخربيش بيتك، حافظي على بيتك وحافظي على نفسك. اتقي ربنا في نفسك وفي عيالك وفي جوزك. اتقي ربنا في نفسك وعيالك وفي جوزك.